سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي نيو شانل نوها ستايلز. الوغ اليوم جيت نبارطاجي معكم كالك كونساي نظرا للدخول ديال فصل الخريف. This is my first video، دونك ما غاديش يكون طويل، نتمنى يكون خفيف عليكم ويلا نبداو. فصل الخريف هو واحد الفصل اللي زوين بزاف، كتحس بيه بواحد الراحه والهدوء. البرد كيبدا يدخل بشويه بشويه، كنحتاجو نلبسو حوايج خفاف. فاش كنقولوا فصل الخريف كنقولوا موسم التجديد، وهو فاش كتنتقل الطبيعه من جو سخون لجو بارد. دونك هذا التغيير كيأثر على الطبيعه بانها كيخليها تبقى طيح وريقه الشجر ديالها كتبدلهم الالوان ديالهم. دونك هذا التغيير هذا ما كيأثر غير في الطبيعه، كيأثر حتى على البشره ديالنا، وهذا اكثر وقت من العام اللي البشره ديالنا كتكون محتاجه فيه اننا نهتموا بها وكتكون محتاجه العنايه. دونك هادشي اللي درت لكم هاد لا فيديو باش نعطيكم نصائح اللي تخليكم تهتموا بالبشره ديالكم، سواء بشره دهنيه عاديه مختلطه، وتعرفوا كيفاش تتعاملوا معها. دونك اول نصيحه نقدر ننصحكم بها واللي متعارف عليها وكيكون وجهنا وجسمنا محتاجاه بزاف هاد الوقت وهو ليدغاتاسيون، الترطيب. واكثر حاجه كترطب من جسمنا من الداخل هو الماء. دونك خاصكم تحاولوا تشربوا لو ماكسيموم بوسيبل ديال الماء، حيت ما تخيلوش شحال مهم. اكيد الماء مهم دائما، ولكن في هذا الوقت هذا الخريف ولا حتى فصل الشتاء كيكون مهم بزاف اكثر ما تخيلوا. كيساهم بزاف في الهيدراتاسيون وكيخلي البشره ديالنا تبان رطبه وصحيه اكثر واقل عرضه للجفاف والتشقق. زائد انه عنده فوائد اخرى، بحال انه كينظم لنا الافرازات الدهنيه. كيفاش؟ دابا ملي البشره ديالنا ما كنرطبوهاش وما كنشربوش الماء الكافي، يعني ما كنرطبوهاش داخليا وما كنرطبوهاش خارجيا، دونك اضطر انها دير الترطيب الذاتي، اي انها كترطب راسها براسها وكتفرز دهون. دونك هاد الدهون كتفرزهم على اساس انهم زعما يرطبوها حتى كتحس براسها انها ما مرطباش، يعني ناشفه. دونك كتفرز دهون، ولكن هاد الدهون من بعد كيتسبوا لينا في حبوب. دونك باش نتفاداو حنا هذا المشكل كامل، نشربوا الماء مزيان. الماء كيخلي البشره تبقى محافظه على المرونه ديالها، كيقلل من ظهور التجاعيد، كتولي اقل عرضه للالتهابات والاحمرار. وبالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يشربوا الماء بزاف ولا مثلا كينساو ولا شي حاجه، تحاولوا تاخذوا قريعه مزيانه تكون باش تموتيفيكم، فهمتوا، تشوفوها هكا كيوت يعجبكم انكم تشربوا فيها. تقدروا تضيفوا منكهات الماء بحال مثلا قطع ديال الحامض، قطع ديال الخيار، مهم قطع ديال اي فواكه كيعجبوكم. المهم شي حاجه اللي كتحاول تزيد منكهات باش كيحببكم انكم تشربوا. وميم طون تزيد الماء حتى دي فيتامين، مهم ليسونسييل، وتشربوا كميه كبيره ديال الماء، ما بين 2 لتر حتى 3 ماكسيموم مع اللي قدرتوا، حيت فريمون كل ما شربتوا مزيان كل الماء يدخل لكم فوائد للصحه ديالكم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واللي كتقسم على 2 حوايج هما الكوماج والترطيب. الوغ الكوماج هو واحد العمليه كتقشر لينا الخلايا الميته اللي في وجهنا او لا حتى في الكور ديالنا على حسب فين غيتابليكا هذاك المقشر، وكيخصكم ديروه 2 مرات في الاسبوع. صراحه لي في ديالو زوين على البشره، المولف كيديرو ما كيقدرش يستغنى عليه. والا بقى هنا شي وحده كتسمعني ما كديروش، راه كنديرها عليك بزاف. المهم نعطيكم الوصفه اللي معتمده عندي. ديري واحد لا كونتيتي ديال السكر سنيده، وكتزيدي عليها قدها ديال القهوه، وكتزيدي قطره صغيره ديال الحامض، ولا عنده حساسيه يبعد منه اكيد. المهم انا كندير غير نقيطه باش كيكون منه مقشر ومنه مبيض في نفس الوقت. المهم كتزيدوا اهم حاجه واللي هي الزيت. تقدروا تستعملوا اي زيت عندكم، ولكن كيبقى احسن اختيار هو زيت الزيتون. كتخلطوا كلشي، كتفسكوا وجهكم بواحد شويه د الماء، ومن بعد كتاخذوا كميه من الكوماج وكتابليكيوه، وكتبقاو ديروا حركات دائريه ولكن هي بشويه، حيت الحبيبات ديال السكر والقهوه شويه كبارين. وانا اصلا هادشي اللي كيخليني نفضل زعما هاد لو كوماج على باقي المقشرات الاخرين، حيت كيبرد لي يدي الصراحه. وهكاين مقشرات زوينين ولكن كيجيني ديال الدار لا يعلى عليه. المهم من بعد هاد ليطاب كتغسلوا وجهكم باي جل نيطوايور كيجي معكم، اولا غير بصابونه تافي بالغرض ماشي مشكل. تمسحوا وجهكم، كنفضل كلينكس بلا ما ديروا فوطه حتى راح كتجمع جراثيم.
ومن بعد كترطبوا وجهكم بكريمه غطاء حتى هو باش ما طلع. راه ارخص كريم كيعطي افي زوين، دونك اللي عنده ياخذ الغالي ما عندوش ياخذ رخيص، كاينش فرق. المهم تعتنيو بالبشره وصافي. هاد المرحله ديال ترطيب البنات في هاد الفصل هذا راه على الاقل 2 مرات في النهار. في الصباح تفيقوا تغسلوا وجهكم ترطبوه، وقبل ما تنعسوا عاوتاني تغسلوا وجهكم وترطبوه. ضروري هادشي راه ماشي اختياري. باي ذا بالنسبه للكوماج راه ماشي ديروه لوجهكم صافي، راه حتى الجسم كيخصو عنايه ويديكم، حيت من غير انه كيرطب لكم الجسم كيقدر ينفع حتى البنات اللي عندهم جلد الاوزه، يعني اللي كتكبر لهم الزغبه تحت الجلد كيخرجها، وهكذا كتقدري ديري لاسير ولا غالوا اي حاجه كتحيدي بها الشعر، وهكذا كتقدري تهناي من الشعر اللي كتبقى كتبان هكذا مزعجه من تحت الجلده. مي المهم كل شيء على حسب المداومه، اللي داومتي على الحاجه راه كتعطيك نتيجه في الاخر، ما داومتيش عليها هنا فين كاين المشكل. اما بالنسبه للتقشير ديال الجسم كتقدروا ديروه غير مره في السيمانه ملي تدخلوا تدوشوا، وخليوه هو اخر خطوه قبل ما تحيدوا شعر الجسم. واكيد من بعد ما تنسوش ديروا جيل دوش باش داك الزيت ديال الكوماج ما يبقاش لاصق فيكم ودير لكم شي حبوب ولا شي حاجه. اما بالنسبه للبنات اللي في اوائل العشرينات فيفضل انكم قبل الترطيب بكريم زعما يستحسن تستخدموا سيروم مرطب يكون فيه حمض الهيالورونيك، حيت ينفعكم بزاف، حيت العمر ديالكم مناسب باش تركزوا على الوقايه والترطيب. دونك اي سيروم فيه الهيالورونيك اسيد غينفعكم بزاف وغيعطيكم ترطيب معمق للبشره، وغيكون صالح لجميع انواع البشره، خاصه اذا كانت بشرتك مختلطه او جافه. كاين سيروم اخر اللي هو فيه نياسيناميد، هذا كيعاونكم في تصغير المسامات الكبيره، دونك اللي كان وجهها كتحس انه عندها مسامات بور كبار وداكشي تاخذوا، راه ابار هادشي كيخلي البشره كتحكم في افراز الدهون، كيعاونكم باش توحدوا لون البشره ديالكم. بالنسبه للبنات اللي في اواخر العشرينات وفي اوائل الثلاثينات، نتوما يمكن لكم تخدموا مضاد الاكسده اللي غتلقاوه في فيتامين سي، اللي غادي يحمي لكم وجهكم من الاضرار اللي كتخلي اشعه الشمس. بالنسبه للبنات ما فوق الثلاثينات، نتوما يمكن تقلبوا على دي سيروم فيهم ريتينول اللي يحفز انتاج الكولاجين واللي كيساعد في تقليل ظهور تجاعيد. ويفضل في هذا العمر انكم تقلبوا على سيروم كيجمع بين الترطيب العميق وتحفيز الكولاجين. ودابا غادي ندوزو الخطوه المواليه واللي هي ليكران سولير. ضروري واخا فصل الخريف ديروا الكريم ديال الشمس، حيت الا كانت عندك بشره دهنيه اولا مختلطه اختاري واقي شمس يكون خفيف والتركيبه ديالو ما تكونش لامعه، ما تكونش ديك اللي كتعطي اللمعه. اما الا كنتو من اصحاب البشره الجافه خذوا واقي شمس فيه مرطبات بحال الزيوت وداكشي. المهم هادشي كله باش دوك لي زيتاب اللي درنا في الاول ما يمشوش على والو، تخرجوا على وجهكم بالشمس. وكاخر حاجه اكيد ما تنساوش فمكم حتى هو تعطوا حقه في الترطيب، وحتى هو ديروا ليه غوماج مره ولا 2 مرات في السيمانه، حيت هكذا غادي تهناو من جلد الميت اللي كيعطي منظر خايب للفم، وغادي تمكنوا المرطبات باش يتمتصوا بطريقه احسن. وبالنسبه للترطيب استعملوا شي حاجه بحال زبده الشيا والفازلين اولا اللي عطا الله. المهم حاولوا عافاكم ما تبقاوش تحطوا اي حاجه على فمكم، اي عكار اي جلوز، ديروا شي حاجه اللي زوينه وامنه ماشي رخيصه، في الاخر غتخسروا كثار على الاضرار اللي غتسبب لكم بهم. باش ما ننساش بالنسبه للكونتور دي زيو اكيد حتى هو خاصو ترطيب ومساج، خصوصا الناس اللي كيعانوا من لسان. مازال ان شاء الله جايين فيديوهات غادي نحط لكم فيهم وصفات طبيعيه خطيره وعن تجربه. هذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. الا وصلتي حتى لاخر الفيديو كنبغي نقول لك شكرا على وقتك واستماعك. كنوعدكم بلي مازال جايين فيديوهات جداد غادي يعجبوكم. الا عجبكم الفيديو شاركوه مع صحاباتكم، نتلاقاو في فيديو جاي. بسلامه.